أفضل 10 مسلسلات أجنبية جديدة في 2024، الجزء الثاني. في فيديو النهاردة هشارك معاكم الجزء الثاني من سلسلة أفضل المسلسلات الأجنبية الجديدة اللي صدرت في 2024، وهذكر اسم المسلسل وتقييمه وتصنيفه وقصته باختصار علشان ما أطولش عليكم، وبفكركم إن في جزء أول لو حابين تشوفوه. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. رقم واحد معانا هو مسلسل تيد، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.9 وتصنيفه هو كوميديا ودراما. بتدور قصته في سنة 1993 حوالين الدب اللعبة تيد، اللي بيعيش مع صاحبه جون وعيلته، وبتنشأ ما بينهم مواقف كوميدية وبيخوضوا مغامرات مع بعض لما بيقرروا إن هم يروحوا المدرسة مع بعض. ورقم اتنين معانا هو مسلسل ذا براذرز سان، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.6 وتصنيفه هو كوميديا وجريمة. بيحكي المسلسل قصة تشارلز سان، وده رجل عصابات بيتحول لقاتل محترف، ولكن بعد ما ابوه بيتقتل على ايد قاتل غامض بيضطر ان هو يسافر للوس انجلوس عشان يحمي امه واخوه الصغير من نفس المصير. ورقم ثلاثة معانا هو مسلسل باد مانكي، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.4 وتصنيفه هو كوميديا وتشويق وإثارة. بتدور القصة حوالين محقق سابق بيتحول لشغل مراقب جودة في مطعم فلوريدا بعد ما بيطرد من شرطة ميامي، ولكن في جريمة بتحصل بتجبره إن هو يرجع للتحقيق تاني عشان يحل اللغز ويلاقي الحقيقة. ورقم أربعة معانا هو مسلسل تراكر، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7 وتصنيفه هو جريمة وغموض. بتحكي القصة عن كولتر شو اللي بيسافر بعربيته القديمة في كل أنحاء البلاد عشان يساعد الشرطة والمواطنين في حل الجرائم والعثور على المفقودين، ولكن القضية الأخيرة بتغير مجرى حياته بالكامل. ورقم خمسة معانا هو مسلسل Death and Other Details، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 6.7 وتصنيفه هو جريمة وغموض. بتدور القصة حوالين المحقق روفوس كوتسورس وتلميذته إيموجين، واللي بيقرروا إن هم يخوضوا مغامرة على قارب للأغنياء عشان يحاولوا إن هم يكشفوا لغز غامض بيحيط بكل الموجودين. ورقم ستة معانا هو مسلسل جيسانغسو ديو جوراي، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.1 وتصنيفه هو أكشن ورعب وخيال علمي. بتبدأ الأحداث لما البشرية بتلاقي نفسها قدام تهديد قاتل من كائنات طفيلية، والكائنات دي بتقدر تسيطر على أجساد البشر وكمان بتخطط علشان تهيمن على الكون. والصراع بين الطرفين مش بيكون مجرد حرب، لكنه اختبار لقدرة البشر على النجاة وسط ظروف مستحيلة. ورقم سبعة معانا هو مسلسل ديو إيتو سيو، وتقييمه على موقع اي ام دي بي هو 7.2 وتصنيفه هو كوميديا ودراما وغموض. بتدور القصة حوالين 8 أشخاص بيلاقوا نفسهم محبوسين في مبنى مكون من 8 أدوار من غير أي وسيلة للهروب، وحياتهم بتتغير لما بيتعرض عليهم عرض غريب بالمشاركة في مسابقة مليانة تحديات مقابل جايزة مالية كبيرة جدا. فيا ترى هم هيعملوا إيه؟ ورقم 8 معانا هو مسلسل كريمينال ريكورد، وتقييم المسلسل ده على موقع اي ام دي بي هو 7 وتصنيفه هو جريمة وغموض.
بتدور القصة حوالين مجموعة من المحققين البارعين اللي بيتنافسوا على حل قضية قتل قديمة أثارت انقسامات كبيرة في بريطانيا، والتوتر بينهم بيعكس حالة الانقسام اللي كان فيه المجتمع. ولكن الأحداث بتجبرهم إن هم يتعاونوا مع بعض عشان يكشفوا الحقيقة ويقدروا يحلوا القضية اللي هزت الرأي العام في البلد. ورقم 9 معانا هو مسلسل أمان أون إنسايد، وتقييمه على موقع IMDb هو 8 من 10، وتصنيفه هو كوميديا وجريمة. بتحكي القصة عن تشارلز، وده رجل متقاعد بيحس إن حياته بقت مملة لحد ما بيوافق إن هو ينزل شغل جديد كمحقق خاص، وأول قضية ليه بيدخله في عالم مليان أسرار لما بيطلب منه التجسس داخل دار لرعاية المسنين، وهناك بيكتشف حقائق مذهلة عن سكان الدار. ورقم 10 معانا هو مسلسل رينيجيد نيل، وتقييمه على موقع IMDb هو 7.5 من 10، وتصنيفه هو أكشن ومغامرة وكوميديا. بتدور القصة حوالين نيل، ودي فتاة شجاعة بتتحول لأخطر مجرمة في القرن ال18 بعد اتهامها ظلم بجريمة قتل، ولكن حياتها بتاخد منحنى غير متوقع لما بتظهر روح سحرية اسمها بيلي، وبتفتح ليها باب لرحلة جديدة مليانة تحديات. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا، وسلام.